لها في بويندي. لقد توصلنا إلى قائد المجموعة ماكارا، وهو الغوريلا ذو الظهر الرمادي. إنه في الواقع يعتني بيتيم ماتت أمه منذ بضعة أشهر، وهو يعتني بهذا اليتيم بشكل جيد. عند وصولنا إلى المجموعة كان لديها رقع على جلودها، كانت جلودها قد طرحت الفروة، كانت تهرش جلودها بقوة وباستمرار، وكان الصغير قد فقد 75% من شعر فروته. تبين أنه مرض الجرب ذاته الذي يصيب بني البشر، وقد أثبت أنه فتاك حيث أهلك صغير غوريلا. نظراً إلى أن حيوانات الغوريلا تتشارك معنا بحمضها النووي الوراثي بنسبة 98%، فإنها معرضة للإصابة بالعديد من الأمراض البشرية، وإلى حد ما وبسبب عزلتها جغرافياً ربما لا يتطور جهازها المناعي لمقاومتها، وهذا يعني أنها إن أصبحت على تماس مباشر مع بشر يعانون من أمراض معدية كالجرب مثلاً، فمن الممكن أن يفتك بها. عندما علمنا بأن الجرب ينتقل بواسطة البشر، أدركنا أنه يوجد خطر آخر يهدد حيوانات الغوريلا، لكننا لم نكن نلقي له بالا، لأن الخطر الذي لطالما يهدد الغوريلا كان ينحصر في الصيد الجائر وتدمير المجتمعات البيئية، ولم نكن نعلم بوجود خطر آخر متمثل بالمرض. غلاديس دائمة البحث الآن عن آثار لوجود الجرب أو أي أمراض بشرية لدى الغوريلا، ولتقديم المساعدة لها تعتمد على نظام إنذار مبكر غير معتاد. لقد صادفنا وكر الغوريلا رمادي الظهر. روث الغوريلا. يمكننا معرفة من كان نائما هنا من خلال حجم الروث. الغوريلا رمادي الظهر لديه أكبر روث بقطر يصل لغاية 7 سنتيمترات ونصف أو حتى 8 سنتيمترات. أما الروث الصغير فهو عادة بقطر أقل من 4 سنتيمترات. سنأخذ عينات البراز إلى المختبر الميداني لمركز الغوريلا الصحي لفحصها تحت المجهر ومعرفة نوع الطفيليات الموجودة لدى حيوانات الغوريلا وما يمكن أن تنقله وما إن كانت ضارة أو كنا بحاجة للتدخل. من خلال دراسة عينات الروث سيتسنى لغلاديس وفريقها اكتشاف طفيليات تدل على وجود عدد من الأمراض البشرية الخطيرة. عندما وجدنا طفيليات في روث الغوريلا تفاجأنا كثيراً، ورأينا أنه يتحتم علينا وضع حد لهذا قدر المستطاع. أولاً عن طريق نشر الوعي لدى سكان القرية المحليين لإقناعهم بتغيير سلوكياتهم. لكن المهمة الأصعب هي إقناع حيوانات الغوريلا نفسها بتغيير سلوكياتها. حيوانات الغوريلا هذه تأتي عبر الغابة، وكما تعرف فإن متنزه بويندي القومي لا يبعد سوى بضعة أمتار عنها، لذا فهي تأتي فحسب. أحاول إخافتها ومن ثم تنقلب الآية وتبدأ هي بإخافتي. تحت إغراء الطعام الذي يتم تقديمه لها، أصبحت تأتي إلى هنا من الجبل لتتعدى على مزروعات القهوة والموز، وفي الوقت ذاته تعرض نفسها لخطر التقاط عدوى مرض بشري. لإبقاء حيوانات الغوريلا بعيدة يتم وضع حواجز طبيعية في كل محيط المتنزه